اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا عارفة أنا اتأخرت عليكم بالفيديو المرة دي، بس كان غصب عني. بس جاية لكم النهاردة بوصفة هتحبوها قوي. هنعمله مع بعض كفتة الرز في الكبة. هنعملوها بطريقة سهلة جدا للمبتدئين لسه، ومش هتضطري انك تروحي تعمليها خالص عند الجزار. بس لو أول مرة تشوفيني، أنا مروة. أتمنى تدعميني بلايك وشير واشتراك في القناة، قناة مطبخ مروة، عشان يجيلك مني كل جديد. هنعمله مع بعض كفتة الرز، وهنعمله عليها بطاطس لو حابة تعمليها أو لأ، وهنعمله مع بعض رز بالشعرية. تمام. عندي هنا المكونات سهلة جدا وبسيطة. نبتدي نشوف معانا كده المكونات. عندي هنا ربع كيلو لحمة مفرومة، عايزة تجيبيها بلدي براحتك، عايزة تجيبيها مستوردة مفيش مشكلة، دي عندي أنا عاملاها بمستوردة. وعندي هنا خضرة مشكلة، بقدونس، كزبرة، شبت، من كل حاجة رابطة واخدة الورق بس. ومعايا هنا كوبايتين رز مطحون، وهقول لك طحن ازاي. ومعايا بصلايه صغيره، وخمس فصوص توم، ومعايا ملح، فلفل اسمر، كزبره ناشفه، كمون، شطه، 7 بهارات. بصي بقى، انا هنا حطيت كربوناتو، بس اقول لك نصيحه بلاش تحطيها. تمام. هضرب هنا في الكبه البصلايه والثوم لحد ما ينعموا معايا خالص، وبعد كده هنزل عليهم بالخضره المشكله. انا واخده الورق بس بلاش عيدان. وهنزل عليهم بربع المفروم، وهنزل عليهم عندي بالبهارات، وزي ما قلت لكم بلاش تحطوا كربونات. تمام. خلاص بعد ما فرمتهم كده خلاص، كويس جدا. هنخل عندي هنا هنخل عندي هنا الرز المطحون اللي انا طحناه في البيت. حطاه في البلاه من قبلها بيوم ومنشفاه، وحطاه على حطاه على قماشه او على فوطه، وسبته ينشف لتاني يوم. وبعد ما نشف خالص طحنته في الكبه، مش في الكبه، في المطحنه بتاعه الفلفل والبهارات. تمام. الربع كيلو عمل معايا كوبايتين. بعد ما طحنته هنا، هنخله كويس عشان اي حاجه عندي او تكتلات تنزل، ما يكونش عندي اي حاجه متكتله. انا هنا بدات عندي بكوبايه ونص بس في الاخر هحتاج الكوبايتين كلهم اللي هما ربع كيلو رز. ربع كيلو رز قبل الطحن يا بنات، قبل الطحن. ربع كيلو بعد ما طحنته عمل معايا كوبايتين. تمام. هحطه هنا بعد ما فرمت اللحمه مع الخضره مع كده. بصوا هنا انا بوريكم ان هي احتاجت النص كوبايه تاني اللي هما كفوا معايا كوبايتين في الاخر. انا احتجت هنا لنص كوبايه. تمام. انا طبعا لازم كلنا بنتعلم من اخطاء بعض، وانا طبعا قلت لكم ان انا ندمت ان انا حطيت الكربوناتو. تكاد تكون ناس بتحطها ومفيش مشكله معاها، بس انا كنت اول مره احطها وما حبيتش الموضوع الصراحه. انا كنت دايما بعملها من غير كربوناتو. ف يعني كل واحد برضو يشوف هو يعني محتاج يعمل ايه، بس انا قلت لكم على الغلط يعني اللي انا ما حبيتهاش يعني. تمام. هنا بعد خلاص ما طحنتها مع بعضها، وبعد ما حطيت وكملت الكوبايتين العجينه طلعت معايا متماسكه وجميله جدا. وحطيت هنا شويه زيت، وابتديت هنا اصبعها، اعمليها بالحجم اللي انت عايزاه. انا هنا صبعتها معايا. عارفه لو صوتي واطي والله انا بس تعبانه شويه. تمام. هنا خلاص صبعتها، خلاص الكميه كلها. هنا بصوا قللت الحجم شويه. حاولي قللي الحجم بتاع صباع الكفته عشان هي بتنفش طبعا، لان هي فيها كميه رز. بصوا شكلها جميل ولونها تحفه ازاي. الكور دي عاملاها عشان ولادي هم اللي طلبوها كده. لو عايزه تفرزيها بقى على كده، انا عملتها كده عشان انا فرزتها وبعد كده طلعتها عملتها. عايزه تفرزيها متحمره تمام، عايزه تفرزيها كده مفيش اي مشكله. انا عملتها كده وغطيتها وحطيتها في الفريزر وطلعتها قبلها وفكت وكانت كويسه. تمام. هنا هنعمله مع بعض التسبيكه بتاعتها. نزلت عندي هنا بزبده، معلقه زبده وشويه زيت صغيرين، لان هي طبعا هتبقى متحمره فهنضطر نحط زبده او سمنه عشان ما تبقاش طعمها كلها زيت. وهنحط عندي بصلايه هنا وسط. تمام. هنا هحمر هنا عندي الكفته، اسيبها على النار تتحمر، وانا طبعا جنبي هنا بعمل التسبيكه. تمام.
بصوا نفشت ازاي والحجم بتاعها اتضاعف ازاي. بصوا الحجم اتضاعف ازاي معايا. بصوا دي التكه اللي انا بقول لكم فيها، ما حبيتش الكربونات. تمام، فما حدش يحط الكربونات يا جماعه، دي اللي هي بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم. تمام. هنا هخلص بقيه كميه التحمير، وطبعا انا حاطه التسبيكه على النار في الناحيه التانية. بصوا انا بوريها لكم من جوه اهي. بصوا لونها جميله ازاي، الخضره مخليه لونها جميل ازاي. بصوا هي كانت مستويه وجميله، ما كانتش فيها اي حاجه، بس حسيتها ان هي اديتها هشاشه زياده عن اللازم. حسيتها ان الكربونات اديتها هشاشه زياده عن اللازم. هنا عندي كده كانت الكميه كلها، بس طبعا بعد التلقيط. وطبعا انا هنا معلش الكاميرا فصلت مني وانا بعمل وانا بحط الصلصه الطماطم. حطيت نص كيلو طماطم، ما تكتريش طماطم قوي، حطيت نص كيلو طماطم على البصل الوسط بعد ما حمرتها. هنعمل هنا مع بعض رز بالشعريه لحد ما ما التسبيكه تكمل. تمام. انا هنا عندي عملت كوبايه شعريه، وعملت عليها كوبايتين رز. الرز بالشعريه طبعا مش محتاج كلام يعني، كلنا بنعرف نعمله. تمام. بحب احط ورق لوري على الرز بالشعريه، واوقات بحب احط مرقه، بس طبعا بعد ما المرقه غليت بنضطر ان احنا نرجع ورق اللوري. بيديها ريحه جميله، بيدي الرز بالشعريه ريحه جميله جدا وطعم جميل، بالاخص مع اي حاجه فيها لحمه او فراخ او كده. تمام. هنا الرز معايا اتشرب ووطيت عليه، خلاص بقى هسيبه براحته. وهنا خلاص التسبيكه معايا اتسبكت. تمام. يعني نحاول نغيره في الاكل كده، اكله جميله جدا الصراحه، طبعا كلنا بنحب الاكله دي. هحط لها بقى ملح وفلفل اسمر بس، لان الكفته فيها كل البهارات. تمام. هنزل بيها هنا بميه سخنه، ما نزلش بالكفته غير لما الصلصه دي تغلي، عشان الكفته ما تعملش معايا وتقوم جايه مفتحه. طبعا احنا خدنا بالنا ان الكفته وانا بحمرها ولا فتحت مني ولا العجينه باظت مني ولا اي حاجه خالص. تمام، عشان ماشيين على المقادير بالظبط. طول ما اديتيها الرز المطحون مظبوط واديتيها البهارات مظبوطه وكل حاجه مظبوطه تمام. ماشي. تمام. نزلنا عندنا هنا بالكفته بعد ما الصلصه عندنا غلت، وبعد كده حطيت فيها حوالي بطاطستين كده، قطعتهم مكعبات ونزلت بيهم مع بعض عشان ياخدوا السوا مع بعض. تمام. لو انتي مش عاوزه تحطي بطاطس مفيش مشكله، بس البطاطس بيبقى طعمها جميل جدا فيها. بنسيبها كده لحد لما البطاطس بتستوي. مجرد ما البطاطس بتستوي هطفي عندي، لان طبعا الكفته كده كده تمام. مجرد بس ما هي اصلا يعني تستوي مع نفس سوا البطاطس. ورز عندي بالشعريه هنا استوى، اكله جميله جدا. تمام. بصوا الجمال، احلى كفتة رز. ولا تروحي للجزار ولا اي حاجة، عندك كبة مفيش مشكلة. والله لو عندك الخلاط، ما عندكيش كبة وعندك خلاط، مفيش اي مشكلة، اعمليها وزودي نص كوباية مية بحيث المكونات تمتزج في الخلاط وتمشي معاه. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يجيلك مني كل جديد. تمام. بصوا الجمال، وبألف هنا.